حبايب قلبي أبطال المستر الفلاح وحوش الصف الخامس الابتدائي وحشتوني. النهاردة حلقة مميزة ومهمة جدا، هنجمع فيها أهم الباراجرافات أو الباراجرافز اللي تقدر تجيلي في الامتحان بخصوص يونت 8 الوحدة التامنة. طب يا ترى يا مستر ايه هي الوحدة التامنة يونت 8؟ طبعا خدنا فيها درس مهم عن العسل هاني، عسل هاني وفلوس يعني ماني، وقلنا ان العسل مش بيستخدم كطعام او فطار فقط، ده كمان بيستخدم كعلاج تريتمنت. خدنا كمان المستشفى الخاصة والمميزة في الهند a special hospital a special hospital، وقلنا ان المستشفى دي بتعلم اقارب المرضى the patient relatives ازاي يدوا حقنة وازاي يغيروا الضمادة how to change bandage and how to give injection. طيب يلا بينا نشوف نحل ازاي الباراجراف في الامتحان لو جالي. العنوان الاولاني الاحمر بيقول لي a special hospital، المستشفى المميزة. a special hospital، المستشفى المميزة. اهم حاجة يا صديقي ان انت لازم تستغل العنوان. ادي العنوان اهو. يعني ايه استغله؟ يعني لازم تكتبه في الامتحان. هنقول ايه بالعربي؟ يوجد مستشفى مميزة في الهند. العنوان بيقول لي مستشفى مميزة، يبقى اول جملة there is، يوجد يعز، there is، يوجد يعز، يوجد ايه؟ a special hospital a special hospital in India. طبعا الهند بتتكتب كابيتال، حرف الاي اللي في الاول يتكتب ايه؟ كابيتال. حطيت فول ستوب. اقرأ كده الجملة تاني. there is، يوجد يعز a special hospital in India، يوجد مستشفى مميزة خاصة في الهند. طيب أول كلمة صفرة bandage، وآخر كلمة صفرة injection. bandage يعني الشاش الأبيض الضمادة، أما injection الحقنة. طيب احنا قلنا الكلمة التانية الصفرة crowded، مزدحمة. crowded مزدحمة. تعالى كده نشوف، هنقول المستشفى دايما مزدحمة. the hospital is always، دايما is always، دايما is always، دايما crowded is always crowded. المستشفى دايما ايه؟ مزدحمة. احنا كده عملنا كلمة صفرة واحدة بس crowded، مزدحمة. طيب الكلمة عندي كلمة family members، أفراد العائلة. هنقول إيه بالعربي؟ قلنا إن أفراد العائلة بتروح مع المريض. المريض ما بيدخلش المستشفى لوحده. يعني إيه المريض؟ patient، ممتازين. يعني إيه المريض؟ patient، ممتازين. يبقى هقول patients، المرضى. patients، المرضى. don't go، لا يذهبوا. don't go، لا يذهبوا. to the hospital، إلى المستشفى. alone، بمفردهم. patients، المرضى. patients، المرضى. don't go، لا يذهبوا. don't go، لا يذهبوا. to the hospital alone، ما بيروحوش للمستشفى لوحدهم. طب مين بيروح معاهم؟ تعال نشوف. قلنا family members،
يبقى أقول family عائلتي، family members أفراد العائلة، family members أفراد العائلة. واحد يقول يا مستر هي family member جاي من كلمة منبر، يعني بيعملوا له منبر في المستشفى؟ منبر ايه بس يا صديقي؟ منبر ايه وسجق ايه بس؟ family member مش منبار. family member يعني أفراد العائلة. family member go يذهب، go يذهب with مع، with مع، with the patients مع المريض، واحط فول ستوب. طيب فوق فاضل لي كلمتين. الكلمة الأولى باندج شاش أبيض أو ضمادة، الكلمة الأخيرة injection حقنة. الكلمة دي injection حقنة، والكلمة دي باندج ضمادة أو شاش أبيض. خلي بالك الحاجات دي بتيجي في الامتحان كتير جدا جدا جدا. طب احنا غنينا أغنية في المستشفى وبتقول people learn how to give injection, others learn how to change bandage. People learn how to give injection. الناس بتتعلم هناك تدي حقن. Others learn how to change bandage. في ناس بتتعلم الحقن وفي ناس بتتعلم الضمادة أو الشاش الطبي. People learn how to give injection. ادي الحقنة. Others learn how to change bandage. وآخرون بيتعلموا ازاي يغيروا الشاش الأبيض. People learn how to give injection. Others learn how to change bandage. يلا. People learn how to give injection. Others learn how to change bandage. تعالى كده نكتب اللي احنا قلناه. People learn how to give injection. طبعا البي بتاع people لازم تبقى كابيتال في اول الجملة. بص السمول ننزل تحت. بص كلمة people كتبت ازاي؟ واحدة كابيتال واحدة سمول، واحدة تطلع فوق واحدة تنزل تحت. People learn. People learn. People learn how to give injection. People learn how to give injection. أحط فول ستوب. People learn how to give injection. Others learn how to change bandage. Others. Others learn. Others learn how to change bandage. طبعا كلمة bandage مكتوبة فوق. يلا كده نقرأ اللي احنا كتبناه. بالازرق كاتب لي ايه فوق؟ بالازرق كاتب لي ايه فوق؟ There is يوجد يعز a special hospital in India. كاتب لي تحتيها السطر الثاني The hospital is always crowded. دايما مزدحمة. Is always crowded. مزدحمة. Patients don't go. المرضى لا يذهبوا to the hospital alone بمفردهم. Family members بالاسود. Family members أعضاء العائلة. go يذهبوا with the patient مع المريض. البنفسجي تحت. People learn how to give injection. Others learn how to change bandage. ما تنساش يا صديقي، خلي بالك، ما تنساش ان كلمة
India يعني الهند. is always دائما. is always دائما. patients المرضى. patients المرضى. patients المرضى. alone لوحده. alone بمفرده. learn يتعلم. learn يتعلم. اوبا، وصلنا مع بعض للباراجراف بتاع العسل. هاني 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 هاني، عسل اسمه هاني، اشتري فلوس ماني. تعال بينا نستغل العنوان. العنوان هاني العسل. لازم أنا أقول أنا بحب آكل عسل وبستمتع بيه على الفطار. تعال نشوف هنكتبها إزاي. أنا بحب I like eating honey. أنا بحب آكل العسل. I like eating honey. أنا بحب آكل العسل. طيب عايزين نقول أنا لسه في العنوان. أنا بحب آكل عسل، عايز أقول أنا بستمتع بيه على الفطار. أنا بستمتع بيه على الفطار. I enjoy honey for breakfast فطاري. أنا خلصت. breakfast فطاري. أنا خلصت. طب عايز أقول العسل صحي. honey is العسل يكون. honey is healthy. العسل يكون صحي. تخيل يا صديقي ان انا كتبت 3 سطور 3 الوان، ازرق ونبيتي وبرتقالي من العنوان بس. تعال نقرأ الازرق. I like eating honey. بحب اكل عسل. I enjoy honey for breakfast. بستمتع بيه على الفطار. honey is healthy. صحي. طيب اطلع فوق كده اول كلمة صفرة. a treatment يعني علاج. عايز اقول العسل ليس فقط طعاما. طبعا انا قلت كلمة هاني 3 مرات. بص كده، هاني قلت كلمة هاني 3 مرات. المرة دي مش هقول هاني بقى، هقول it isn't only a food. ليس طعاما فقط. لاحظ ان انا بدأت الجملة دي المرة دي بكلمة it. ليه يا مستر؟ عشان مش كل شوية هقول هاني عسل، هاني. لأ، اكتب مرة it لأنه غير عاقل. It isn't only food. ليس فقط طعاما. لاحظ ان كلمة only يعني فقط. only يعني فقط. لاحظ ان enjoy معناها يستمتع. I enjoy honey for breakfast. أنا بستمتع بالعسل في الفطار. طيب الكلمة الصفرة اللي فوق أهي treatment. عايز أقول علاج. طبعا احنا قلنا it isn't only a food. العسل ليس فقط طعام، ده كمان علاج. إنه أيضا علاج. برضو هبدأ بإت.
It is also يعني أيضا. It's also a good treatment. It's also a good treatment. It's also a good treatment. ده كمان علاج ممتاز. طيب بعد كده بيقول لي kill bacteria، يقتل البكتيريا. kill bacteria، يقتل البكتيريا. خدنا في الدرس مع بعض ان العسل بيحتوي على اشياء تقتل البكتيريا. كنا بنقولها بالانجليزي contain يحتوي يا حسين. contain يحتوي يا حسين. contain things يحتوي على أشياء. تعالى كده نكتبها. honey contain things that kill bacteria. تعالى نقول honey contain يحتوي يا حسين. honey contains يحتوي يا حسين. honey contains يحتوي يا حسين things على أشياء. things أشياء. contain things that التي kill تقتل بكتيريا. آخر كلمة صفرة فوق، اطلع فوق. هيل مبروك عليك يا فيل، الجرح لم بتاعك. مبروك عليك يا فيل، الجرح لم. هيل يعني الجرح يلم. هيل. طيب دي هنقول ايه؟ هاني العسل يساعد الجرح انه يلم. عايز 4 كلمات. العسل يساعد الجرح انه يلتئم. العسل يساعد الجرح انه يلتئم. يعني ايه العسل؟ انتوا اللي هتقولوها. هاني العسل يساعد. يعني ايه يساعد؟ help ساعدني وخد قلب. help ساعدني وخد قلب. العسل يساعد الجروح ان تلتئم. جروح اسمها cuts، كلمة سهلة. cuts. عايز تقول كلمة بتساويها، قول wounds. خدناها wounds في الدرس. to heal مبروك عليك يا فيل، انها تلم. طبعا في الاخر ممكن اقول honey is great. honey is great. العسل ده حاجة عظيمة. تعالى كده نراجع اللي احنا قلناه مع بعض. راجع كده معايا يا صديقي. بيقول لي ايه؟ I like eating honey. انا بحب اكل العسل. I enjoy honey for breakfast. بستمتع بيه في الفطار. honey is healthy. صحي. it طبعا مش كل شوية هقول honey، انا هقول it isn't only a food. ليس فقط طعاما. it's also يعني ايه also؟ ايضا. الكلمة دي بتيجي كتير قوي في اي امتحان وفي اي قطعة. it's also a good treatment. ده ايضا علاج جيد. honey contain يحتوي يا حسين things على اشياء. things that kill bacteria تقتل البكتيريا. honey helps cuts. العسل يساعد الجروح اللي هي wounds بتساوي cuts.
to heal إنها تلم يا زميل. honey is great العسل أعظم حاجة في البيت. بعد كده هيديني paragraph at the doctor عند الطبيب. at the doctor عند الطبيب. تعال نستغل العنوان زي ما احنا اتفقنا. تعال نستغل العنوان. طبعا العنوان هقول ايه؟ امبارح انا ذهبت للطبيب. العنوان اهو. يعني امبارح yesterday امبارح. yesterday امبارح انا ذهبت للطبيب. واحد يقول لي I go غلط. تصريف تاني I went to the doctor ذهبت إلى الطبيب. حطيت فول ستوب. طبعا أنا بادئ السطر بكلمة yesterday. طالما فيها yesterday يبقى أحط تصريف تاني I go لا I went. طالما فيها yesterday يبقى أحط تصريف تاني I go لا I went. yesterday I go to the doctor لا I went to the doctor. went ذهبت أنا went ذهبت أنا went. طيب بعد كده يا صديقي بيقول لي a cut on my arm. لسه قايلين ان كلمة cut جرح بتساوي wound جرح او اصابة injury. طبعا هقول انا عندي جرح في دراعي. انا يعني I عندي يعني I have بس انا بادئ الجملة بيسترداي يبقى احط تصريف تاني I had a cut اتملها من فوق بالاصفر. I have a cut on my arm. I have a cut on my arm. طيب الكلمة الصفراء اللي فوق الجديدة اسمها bandage ضمادة. عايز اقول الطبيب غير لي الضمادة. غنناها في المستشفى بتاع الهند. People learn how to change bandage. Others learn how to give injection. هنا هيقول لي الطبيب غير لي الضمادة. يبقى هقول the doctor الطبيب changed. ليه جبت changed تصريف تاني؟ عشان انا بادئ الباراجراف بكلمة yesterday. the doctor changed the bandage. غير لي الضمادة. طيب بعد كده الكلمة الصفراء الأخيرة فوق medicine. طبعا هقول الطبيب أعطاني دواء. يعني ايه كلمة أعطاني؟ give جوافة يعطي جوافة. give جوافة يعطي جوافة. give. هقول ايه؟ the doctor الطبيب gave me أعطاني medicine. medicine medicine. أنا شكرت الطبيب في الآخر. finally في النهاية. الكلمة دي بتقابلك في قصص كتير جدا خدتها. finally في النهاية. I thanked لازم أن تبقى تصريف تاني. I thanked
I thanked the doctor. تعال نقرأ الباراجراف من أوله. طالما فيها yesterday يبقى أحط تصريف تاني. طالما فيه yesterday يبقى أحط تصريف تاني. Yesterday I went to the doctor. ذهبت إلى الطبيب. I had a cut on my arm. I had a cut. أصقص ريش البط. I had a cut on my arm. الأخضر بيقول لي the doctor changed the bandage. غير الشاش الأبيض والضمادة. السطر اللبني the doctor gave me. أعطاني medicine. الدواء. finally وفي النهاية I thanked the doctor. تعال بينا يا صديقي نحل آخر سؤال في حلقة النهاردة، سؤال القطعة. ولكن قبل ما نحل سؤال القطعة هو بيراجع لي على it's important to. من المهم. it's important to. من المهم. it's important to. من المهم. بيجي بعديها مصدر. it's important to. من المهم. بيجي بعديها مصدر. أما هنا بيقول لي افتكر سنة رابعة السنة اللي فاتت you shouldn't. لا يجب. you shouldn't. لا يجب. you shouldn't. لا يجب. you shouldn't. لا يجب. طيب تعال نقرأ كده الدرس مع بعض. to stay healthy عشان تكون صحي. قبل ما نحل القطعة دي عايز اقولك خلي بالك القطعة دي بتيجي باراجراف في الامتحان. خدنا في الشرح مع المستر الفلاح على المنصة ان بيجي لي باراجراف بيقول لي اكتب باراجراف عن how to be healthy. كيف تكون صحي. طبعا هقول له you should eat healthy food. it's important to eat healthy food. you should get enough sleep. it's important to get enough sleep. you should do sports. it's important to do sports. طيب to stay healthy لكي تكون صحي it's important to eat a variety of food, especially fruit and vegetable. It's very important to have good breakfast in the morning. You shouldn't. لا يجب. have sweets. حلوى وبسكويتس every day. كل يوم يا بي. most of our body is water, so it's necessary. ضروري. الكلمة الحمراء اسمها necessary. ضروري. المية ضرورية. to drink plenty of water every day. كل يوم يا بي. you shouldn't. لا يجب. drink a lot of fizzy drinks. المشروبات الغازية اسمها fizzy drinks. fizzy drinks الحاجة الساقعة. because they aren't good for your health. you shouldn't. لا يجب. watch TV. الريموت هاتي. or play on the computer more than 1 hour a day. طبعا انا قرأت القطعة بسرعة لان القطعة ما ينفعش اترجمها لك. طبعا في الامتحان انت بتقرأ القطعة مرتين او 3 وبعد كده تحاول تخمن المعنى. انا لو ترجمت لك القطعة يبقى احنا كده ما عملناش حاجة. طيب السؤال الاولاني this text. هذا النص is about. عن.
كلمة about يعني عن. النص ده بيتكلم عن ايه؟ طبعا الإجابة staying healthy، كيف تكون صحي. staying healthy، كيف تكون صحي. The underlined word necessary، ضروري. necessary ضروري، طبعا ضروري يبقى important، مهم. السؤال الثالث بيقول لي What should you do؟ ماذا يجب أن تفعله to stay healthy، لكي تكون صحي. What should you do؟ ماذا يجب أن تفعله to stay healthy، لكي تكون صحي. طبعا قلنا إن ده باراجراف مهم جدا بيجي في الامتحان. باراجراف مهم جدا بيجي في الامتحان. بيقول لك في الآخر mention to، اذكر لي حاجتين تخليك صحي. طبعا هقول it's important to، من المهم. it's important to، من المهم. eat healthy food، eat healthy food. طيب it's important to بتساوي we should، يبقى نغير واحدة كده وواحدة كده. we should get enough sleep، we should get enough sleep. في ناس كتيرة مش بتعرف تكتب كلمة enough sleep. طيب السؤال الرابع نمبر 4 بيقول لي summarize، لخص. summarize لخص. summarize the text in one sentence، لخص لي النص ده في جملة واحدة. عايزين نلخص الدرس دوت كله في جملة واحدة. طبعا هقول sports الرياضة، good sleep النوم الكويس، and healthy food والطعام الصحي are للجمع يا شطار are important مهمين. sports, good sleep, healthy food are important. أتمنى يا حبايب قلبي تكونوا استفدتوا حاجة في درس النهاردة والباراجرافات والقطعة اللي احنا خدناها. المستر الفلاح بيحبكم، خدوا بوسة. باي باي.